المهندس حسب الله الكفراوي بيحكي موقف أيام ما كان وزير في عهد الرئيس مبارك، وبيقول بعد حادثة الاعتداء على حسن الألفي الدولة قررت حاجة جديدة، جابوا عربيات مرسيدس مصفحة العربية الواحدة ب1,000,000 جنيه، وقالوا للوزراء اتفضلوا استلموا عربياتكم. أنا بقى رفضت خالص، لا بعت حد يستلم ولا فكرت اركب عربية زي دي. قلت لهم أنا عندي عربية بيجو مكملة معايا 15 سنة ومكفياني وزي الفل. بعدها بفترة الله يرحمه الدكتور عاطف صدقي كلمني وكان بيعاتبني، قال لي ازاي ما تبعتش تاخد العربية؟ قلت له بهدوء هو ابويا كان عنده عربيه، امي كان عندها عربيه، انا عندي عربيه وخلاص ومكفياني تمام وده فضل من ربنا. قال لي انت كده مصمم بتحرجنا ليه؟ ده قرار علشان حادثه الاعتداء. قلت له انا شايف نفسي خدام، ولو الخدام كويس اكيد مفيش حد هيحاول يعتدي عليه، بس مفيش حد يرضى يهين نفسه او يهين غيره. وصممت لا ركبت العربيه ولا استلمتها. ودخل مكتبي في الوزاره مره بص حواليه وقال ايه المكتب اللي انت قاعد فيه ده؟ قلت له ده عفش امي. قال ازاي يعني؟ قلت له ايوه عفش امي. قال لي وانت مش بتجيب ضيوف؟ قلت له بيجي لي ضيوف بس علشان يعرفوا ان احنا بلد فقيره والحمد لله على كده، مش عيب. تاني يوم قابلني وبعت لي طقمين من بنتر مول، رفضتهم وقلت لبتاع بنتر مول رئيس الوزراء طالبهم لنفسه وبعتهم مجلس الوزراء، وبالفعل اتبعتوا مجلس الوزراء. بعدها ندهت مدير مكتبي قلت له رجع الطقم القديم يتنجد تاني، وبعتناه على دمياط واتجدد وغيرنا الكسوه بتاعه الطقم وخلاص، وكملت شغلي زي ما انا. رحم الله الجميع وغفر لهم. لو عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا باللايك والشير لأن ده أكبر دعم لينا، واستنونا في القصة اللي جاية. سلام.